يا مساء العسل. عايزين نعمل حاجة جديدة ومختلفة وهتنقذنا لو عندنا بسكوت العيد مثلا واتكسر مننا كتير منه، او عندنا اي بسكوت عادي بتاع الشاي او اي نوع بسكوت عندنا. الوصفة اللي معانا دي هي المنقذ من المواقف دي كلها. كرات كاستيلا او تشوكلت بوبس، شوفي انت عايزة تسميها ايه. حلوة قوي قوي، كبير وصغير هيحبها. سهلة ومش هتحتاج مننا اي تعب ولا مجهود، وكلها حاجات عندنا في المطبخ من حاجات رمضان والعيد ان شاء الله. لو أول مرة تشوفوني، معاكم منار الكيال. أتمنى لايك وشير عشان يوصل الفيديو لأكبر عدد من الناس وأنقذهم من تكسير البسكوت. شكلها حلو قوي، تفتح النفس كده وجديدة. تقدري تقدميها في قعدة كده لو حابة تاكلي حاجة جديدة. زي ما قلت الأطفال هيحبوها قوي. شكلها ناعم وبتدوب في البق. تنفع كمان في عيد ميلاد، تعملي حاجة بإيديكي يعني في العيد ميلاد، وتعتبر مش مكلفة. خلي بالكم ان الحاجات اللي موجودة دي البواقي اللي عندي من العيد، فأي حاجة متبقية عندكم هتقدروا تطلعوا بيها أحلى شكل وأحلى طعم طبعا. يلا بينا نسمي الله ونقول مقاديرنا. أنا كاتبالكم المقادير على الشاشة. بالنسبة للمكسرات، أي نوع مكسرات عندك. هنا كان عندي فول سوداني وكان عندي حبة بندق صغيرين أوي. أول حاجة هعملها، هجيب البسكوت بتاعي أو البسكوت المتكسر عندك أو أي نوع انت حباه. أنا هنا العادي مش بالشوكولاتة، لو حابة بالشوكولاتة برضو براحتك. وبناء عليه حطيت الكاكاو. وادي المكسرات، الفول السوداني والبندق، ده اختياري بس عشان اعزز النكهة. طحنتهم في الكبة طحن ناعم. بعد ما طحنت هنا البسكوت والفول السوداني والزبدة، هيبتدوا طبعا ان هم ينزلوا الزبدة بتاعتهم. عشان كده بوريكم ان البسكوت عندي بيتشكل شوية. هنزل بمعلقتين الكاكاو الخام، وهبتدي ان انا اجيب نص كوباية اللبن بتاعتي، هي ساقعة من التلاجة عادي مفيش حاجة سخنة. وهبتدي ان انا ادوب فيهم معلقتين السكر، بس هنا انا كنت مكترة السكر شوية عشان ما كانش عندي سكر بودر، ويستحسن في الوصفة دي سكر بودر. انا كترته علشان يدوب كمية معقولة منه يعني، لان برضو مهما قلبت هو مش بيدوب خالص، لان اللبن زي ما قلت لكم هو من التلاجة. هبتدي بقى ان انا اقلب البسكوت والمكسرات والكاكاو الخام، وهبتدي انزل تدريجي باللبن والسكر. نص كوباية اللبن والمفروض معلقتين سكر تدريجي. ويستحسن بايديكي طبعا ان انتي تبتدي تعجنيها كده زي العجين لغاية ما تعمل معاكي عجينة فعلا. بصوا انا هنا بوريكم ان السكر برضو لسه ما دبش، بناء عليه انا كترت السكر. ابتدي بقى انزل باخر الكمية. فضلت اعجن فيها لحد ما بصوا بقت تحسوها ناعمة قوي واهي بتتشكل معايا. بصوا ملساء جدا جدا جدا. ولما طبعا غسلت ايديا هي ولا بتلزق في الايد ولا اي حاجة خالص، وهي بتلمع كده من المكسرات والبسكوت علشان الزبدة اللي بتبقى موجودة فيه. هبتدي ان انا اجيب المعلقة المعيارية او بايديكي تكوري عادي الكور، بس يستحسن تبقى حجم واحد يعني علشان الشكل، العين بتاكل قبل الفم. وهبتدي ان انا اكورهم يعتبر يعني حجم واحد، وهريحها بس في التلاجة علشان خاطر تمسك نفسها شوية. في الفترة دي هكون انا بسيح شوكولاتة على حمام مية اهي. بعد ما خرجتها من التلاجة والشوكولاتة سيحتها على حمام مية،
عملتها معاكم قبل كده. بجيب حلة احط فيها حبة مية، واقوم جايبة البولة دي واحط فيها مكعب الشوكولاتة ونقطة زيت بس. ابتدي بقى ان انا انزل بالكور بتاعتي واغرقها في الشوكولاتة اهي. انزل بكورة كورة واغرقها بالشوكولاتة والسبرينكل اللي عندي، اي حاجة، او فتافيت بسكوت تكسريه كده مفتفت عليها من الوش، والشوكولاتة لسه حطيناها فيها علشان تمسك كويس. شكليها الشكل اللي يعجبك اللي متاح عندك. ابتدي ان انا اخلص الكمية بتاعتي اهو، وابتدي بقى ان انا ازينها باي حاجة عندي زي ما قلت لكم. عندكم سبرينكل اوكي، عندكم فتافيت شوكولاتة، فتافيت بسكوت اسفة، اعملوا اللي انتوا عايزينه. التزيين ده بيرجع ليكي انتي وذوقك. وبعد ما بخلص التزيين بقوم مدخلاها برضو التلاجة تمسك شوية، وبعد كده بقى اقدمها بس خلاص. مش عايزة تدخليها التلاجة بما ان الجو كويس دلوقتي تمام، بس لو في الصيف طبعا لازم تخش التلاجة. هنا بعد ما دخلتها التلاجة ابتدي ان انا احطها في طبق التقديم. خلي بالك الحاجة مش بتاخد وقت لو انت هتعمليها في البيت عادي، لكن علشان التصوير طبيعي بتاخد وقت، لكن هي من الحاجات اللذيذة قوي قوي والسريعة اهو. الف هنا على قلبكم، اتمنى تجربوا الوصفة، واتمنى يكون الفيديو خفيف عليكم، واتمنى لايك وشير واشتراك في القناة لان ده شيء بيساعدني جدا. مع السلامة. اسيبكم بقى مع اخر الفيديو مع كرات كاستيلا او تشوكلت بوبس.